وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اعذروني أيها الأخوة، لا أستطيع أن ألقي درس اليوم. كيف ألقي درس اليوم والله ورسوله يصبان علانية؟ والله إنني أخشى أن تحل بنا عقوبة عاجلة. يا أمة محمد، يا أمة سيد ولد آدم، نبيكم بسم الله. الدور عن نبينا أغلى من كل شيء، هو مستقبلنا وحياتنا ودنيانا وآخرتنا. اليوم نعرف الصادق من الكاذب، نعرف الصادق من الكاذب. ما رأيناك يا حبيب القلوب يا طبيبها، ولكن يعلم الله تشتاق الأنفس للقياك. محمد رسول الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. لا أنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. كلنا اليوم فداه، يسمعون وقلوب يبلغ الكون صداه. أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف أمة المليار؟ لقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وبذل الأنفس والأموال فداء. ما رأيكم لو أن الذي استهزئ به ملك من ملوك العرب رئيس من رؤسائها؟ الجواب معروف. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. بل والله ونبرأ إلى الله من هذا أن نجد أن من يتعرض لبعض المسؤولين يحاكم ويسجن، ومن يتعرض إلى الله ومن يتناول الله بالسب أو رسوله يعيش كما يقال حرية الفكر، لأنكم إذا أنكرتم وقمتم بالواجب فاطمئنوا بحماية الله لكم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. عنونا بسيد ولد آدم بالذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا، لا صمنا ولا صلينا. فعنونا بالذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به. فعنونا بالذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به. فعنونا بالذي وجدنا متناحرين فألف الله بين قلوبنا به. فعنونا بالذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. كانت الناس حيارى فاستبانوا بمداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. ألا لعنة الله عليهم أجمعين. سببتم رسول الله. اغفر لدينكم الأيام بيننا بعد الصليب، وسنرى من تكون له العاقبة من الذي يضل سعيه في الدنيا والآخرة. ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز جاد مجدا وشداه. اسمع
أبناء السادسة عشر أرجل الرجال معوذ ومعاذ قال يا عم أين أبو جهل؟ سمعنا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن رأينا لا يفارق سوادنا سوادا، والله لا نجونا إن نجا. فانطلق إليه كفه حتى أرضوه قتيلا، ورجع للحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أنا قتلت عدو الله. تسأل التاريخ يهدي كيف أبصرت نداه، بالغ المدنى جميعا وانتهى ثم ابتلاه، وانتهى ثم ابتداه. فمن لأعداء الله اليوم لبيك يا رسول الله. الخبر ما سيرى أولئك القوم صاروا يسمعون، فالشباب والشيخ والنساء والأطفال متعطشون للسب عنك وعن أرضك، وسيعلم أولئك أنك تركت رجالا، وسيعلم أولئك أي منقلب ينقلبون. حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه. يا أمة محمد والله لن يضروك بأبي أنت وأمي، بل طبت وربي حيا وميتا. والله ما ضروا إلا أنفسهم، فلقد آذنهم الله بالحق. والله ما ضروا إلا أنفسهم، ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك. قافلات النور سارت رحمة خلف حداه، كل قلب كان قبرا ثم أحياه نداه. قافلات النور سارت رحمة خلف حداه.